انا تعبت من كتر طلبات البيت ومسؤولياته. خليكي فاكره ان المسؤوليات ما بتخلص ومش هتخلص، وعلشان كده لازم تهتمي بصحتك الجسديه والنفسيه. اعملي وقت لنفسك من 5 دقايق لربع ساعه كل يوم تشربي فيه مشروبك المفضل وتهدي وتصفي افكارك. ومن وقت للتاني لازم تاخدي يوم راحه من غير اي مسؤوليات بجد. ترجعي تاني بنوته، تشوفي اصحابك، تجربي حاجات جديده او تمارسي هوايه او شغف نسيتيهم من زمان. هاخد راحه ازاي؟ ومين اللي هيشوف طلباتهم؟ مين اللي هيعمل المسؤوليات دي كلها؟ هيقولوا عليا انانيه. اصحي قبلهم واقعدي مع نفسك، واليوم اللي هتاخديه اجازه جهزي كل حاجه بيحتاجوها قبلها بيوم علشان ما يحتاجوش حاجه منك. وعوديهم ان انت بني ادمه من حقك تاخدي اجازه، وهم مع الوقت هيتعودوا ويبتدوا يعتمدوا على نفسهم. هتسعديهم اكتر وهتديهم من قلبك لما ترجعي مبسوطه. وما جاتش من يوم خالص يا ست الكل، الدنيا مش هتخرب. بحس بطاقه غضب جوايا، وساعات لو حصلت حاجه بسيطه وعلى اتفه الاسباب بتعصب جدا وبتضايق من نفسي جدا بعدها. هل ده عادي؟ لا، مش عادي. ممكن قوي تكون بدايه اضطرابات نفسيه ولازم تلحقيها قبل ما الموضوع يكبر. طيب تنصحيني بايه؟ اعملي فولو او متابعه واستني الفيديو الجاي، هعلمك فيه تمارين لما تعمليها هتحسن نفسيتك. وبس خلاص.